تشتغل ايه يا عم ونوس؟ ملاهي. عندي ملاهي. يبقى تعالى ركبك الصاروخ. مين فينا ما اتفرجش على مسلسل ونوس؟ وانت لو ما اتفرجتش على مسلسل ونوس فاعلم ان ونوس قد منعك. المهم يعني احنا كلنا عارفين ان ونوس ما هو الا تجسيد للشيطان، وتقريبا دي افضل طريقه اتعمل بيها الشيطان في الدراما المصريه. اصل انت متخيل انك تبقى معتمد بس على الممثل ان هو يديك الاداء ان هو شيطان من غير بقى ولا مؤثرات بصريه ولا ان هو يقعد يبرق لك كل شويه او يقعد يعمل حركات غريبه بوش امه كده، فاهم انت؟ ما فيش اي الكلام ده يا باشا، بس هي طريقه الاداء لوحدها تكفي. وده طبعا عشان اللي كان بيعمل الدور هو الاستاذ الكبير يحيى الفخراني، ربنا يطول لنا في عمره. فاقعد لي بقى يا عم توم اليس بتاع مسلسل لوسيفر ده على جنب، واقعد لي برضه انت عم فتحي عبد الوهاب على جنب برضه، واتفرجوا على ونوس وهو بيبدع في الشيطنه. انا الفخ، انا لا قاتل ولا مجرم ولا كافر ولا مؤمن. انا المصيدة اللي بيقع فيها الغفلان. مش بتسمع الام تقول لابنها يكفيك شر ساعة الغفلة؟ أنا ساعة الغفلة. طيب يا ترى احنا هنتكلم في ايه اساسا في مسلسل ونوس؟ احنا هنمسك كل شخصيه في المسلسل من ابناء ياقوت خصيصا يعني، ونشوف ازاي ونوس وقعهم في الغلط. ولو مش عارف برضه ففكرك ان ونوس هو شيطان، وهو عمل عقد مع ياقوت ان هو يبيع له روحه مقابل ان هو هيعيشه ملك وكل اوامره مجابه لفتره زمنيه. وما اتقالش في المسلسل صراحه الفتره دي قد ايه بالظبط، ولكن بعد لما ياقوت بيعيش فتره ملك في الاخر بيفوق وبيرفض ان هو يبيع روحه للشيطان. وده اللي خلى ونوس يبدا ان هو يلعب على عيال ياقوت عشان ياقوت يضعف ويوافق ان هو يكمل مع ونوس العقد بتاعه ويبيع له روحه. المهم ان ونوس دخل على عيله ياقوت كانه صديق قديم كده لابوهم وامهم، وبدا ان هو يلعب على كل حد فيهم عن طريق معرفه سكه كل واحد ايه. ونبدا بقى باول حد فيهم واللي هو الاخ الاكبر ليهم واكبر ابناء ياقوت، واللي هو فاروق، واللي كان شخص عادي جدا، مدرس عربي متجوز وعنده بنتين، افريج بني ادم مصري يعني، شخص المفروض ان هو متدين وبيصلي الفرض في ميعاده، وجماعه كمان يعني مش بيصلي في البيت. ولكن اللي كان مستخبي بقى تحت العبايه دي هي شهوه ونوس قدر ان هو يلقطها، وهي شهوه الشهره والنساء. وكان اول حاجه عملها ونوس ليه ان هو خلاه يخطب في الناس اللي في الجامع في الدين عن طريق اكتر طريقه ممكن تبان انها هبله في الكون، ولكن هي حقيقيه وواقعيه جدا. هو بس كل اللي عمله ان هو شكر فيه قدام الناس، فخلاص ده بقى، ده الراجل ده بقى مبارك دلوقتي يعني. مرة تعملوا لها مجال، ده لازم نعملوا لها مجال. هو حرفيا كل اللي هو عمله ان هو وجه بس القطيع ناحية فاروق وخلاه يكلمهم في الدين، وهو اصلا لا يفقه في الدين اي شيء، ده مدرس عربي يا معلم. ولكن هو مشى بمبدأ اللي على هوا الناس انا هعمله. يعني لو جه حد مثلا سأل يقول له يا شيخنا هي معلش العلاقة ما بين الولد والبنت الصحاب، يعني ما فيش ما بيننا اي شيء، احنا مجرد بس بيست فريندز عادي يعني. وهيقول له والله طالما ان بابليك وما فيش اي فيلينجز فسو وات يعني. اصل هو عارف ان هو لو قال غير كده فبقى ماشي عكس الطيار وعكس اللي الناس عايزاه، وطالما انت ماشي عكس هوا الناس فالناس مش هتحبك. ولكن لو هو قال اللي على مزاجهم فهيحبوه وكمان هيقدسوه بعد شويه يعني عادي جدا. وده اللي وصله ان هو يطلع يقدم برنامج ديني بعنوان ربك رب قلوب، واللي زي ما قلت لك ماشي بمبدا يا عم اعمل الغلط يا عم مش مهم، انا كده كده هحللك الغلط ده يا راجل، ده ربك رب قلوب. ماشي ماشي. المهم الشيخ فاروق جمعه قصدي الشيخ فاروق ياقوت يعني اتشهر اكتر واكتر وبقى محبوب بين الناس اكتر، والبرنامج بتاعه اتشهر زياده. وده طبعا كله من ونوس اللي كل اللي هو عمله ليه ان هو بس مهد ليه الطريق واداله كده كام نصيحه بالصحاب، وما شاء الله الولد انطلق وكمل هو بقى في الباقي من عنده. ولكن المشكله حصلت هنا لما فاروق اتحط قدام شخص عنده علم بجد. ايا كان بقى المسلسل مصور الشخص ده ازاي، بقى مصور ان هو شخص هين لين او شخص غليظ، ولكن المهم في الموضوع ان هو عنده علم بجد. ففاروق ساعتها عرف وايقن قد ايه هو حمار، وان هو لا يفقه اي شيء من اللي هو كان بيفتي فيه ده، وان هو اتغر بنفسه مش اكتر ومشى ورا شهوته في الشهره. وحرفيا فاروق عمل اللي عكس اسمه تماما، ومعنى اسم فاروق هو الذي يميز ما بين الحق والباطل، ولكن طبعا هو ما عملش كده، هو خلط الاتنين ببعض يعني. بعد كده نروح لتاني شخص معانا واللي هي نرمين بنت ياقوت، ودي ما شاء الله عليها اكتر شخصيه انا كرهتها في ميتين ام ده مسلسل. هي صراحه حنان مطاوع عامله الدور حلو قوي لدرجه ان انا ما كنتش ببقى طايق الشخصيه وانا بتفرج عليها. المهم ان نرمين هي مطلقه وعندها عيل واحد، فحرفيا بقى ابنها ده هو كل حاجه ليها في الدنيا. وابنها ده كان زي ما تقول كده عنده زي شلل في رجليه وقاعد على كرسي متحرك. فاول حاجه ونوس لعب بيها على نرمين هي حبها لابنها، وقدر بطريقه ما ان هو يخليه يمشي من تاني
تاني. فانت ساعتها حرفيا لو قلت ان نرمين اعبدي ونوس والله كانت ممكن تعملها. الفكره كمان بقى ان هو لعب عليها بعد كده لما ونوس اتطرد من امها فابنها رجع يتشل من تاني، فهي كده بقت فاكره ان ونوس هو اللي بايده ان هو يشفي ويمرض ابنها، يعني حاشا لله يعني ان هو يعمل كده. وبرضه هو استغل خوفها على ابنها واحساسها دايما ان ابنها ده محسود، وان طليقها اللي اساسا راح اتجوز وخلف وعاش حياته مراته هي السبب في شلل ابن نرمين. عن طريق بقى ايه؟ عن طريق انها عامله له عمل ودخل ساعتها رجليها في شغل بقى السحر والاعمال. وبرضه هو بس وراها الطريق وبعد كده سابها تمشي مع نفسها في الطريق ده، يعني هو علمها بس كام حاجه واداها بعد كده كتاب وهي انطلقت وبقت تعمل بقى اعمال وتأذي في ناس والى اخره. وكل ده بس كان بدافع المفروض ان هو ده دافع جيد وهو خوفها على ابنها، ولكن ونوس عرف ان هو يلف الدافع ده ويحوله لشر. نرمين نسيت خالص ان في ربنا وان هو اللي بيشفي وهو اللي بيمرض وان هو على كل شيء قدير. وده فعلا حصل لما ابنها بعد كده راح عشان يتعالج، بدأ ان هو يتحرك عادي جدا ولكن واحده واحده، ولكن طبعا هي اختارت الطريق السهل ومشيت فيه. الضحك بقى في الموضوع ان الاسم نرمين ده هو اسم معناه البنت الرقيقه الكيوت. طب بالله عليك يا راجل ده منظر بنت كيوت. بيروح بعد كده عزيز ابن ياقوت. عزيز ده ما شاء الله عليه ما سابش حاجه حرام غير وعملها، كان ناقص بس ان هو يكون من كفار قريش عشان يبقى عمل كل المعاصي اللي موجوده في الكون يعني. والنوس ما كانش بس محتاج يعمل معاه حاجه تقريبا غير بس ان هو يوزه وزه خفيفه، فاهم انت اللي هو كده بس هو هينطلق يعني بص كل واحد من اخواته كان ليهم مدخل معين، انما بقى ده كان ما شاء الله مخرم من كل حته، يعني كله مداخل ما شاء الله. اولا كده هو ما عندهوش اساسا اي ثقه في نفسه، والنوس لعب عليه في الحته دي في ان خطيبته بتخونه مع اخوه. ثانيا هو اساسا خاين للامانه زي مثلا حوار عداد التاكسي وان هو لعب في العداد عادي جدا عشان ياخد فلوس اكتر من اللي بيركب معاه. ثالثا ما عندوش اي مشكله ان هو يعمل ايتها حاجه عشان الفلوس، يلعب قمار بقى، يسرق ابوه، لو كان قادر ان هو يمد ايده على ابوه كان مدها يعني، بس ابوه اداله بالمناء خيار يعني. عمل برضو الغلط مع البنت اللي كان خاطبها وراح اتجوز بعد كده خانها. طب ليه من الاول يا ابن يعني؟ طب انت بتخونها تتجوز ليه من الاول يعني؟ ما اعرفش بقى هو كده يعني. اللي شاف الفيديو بتاع الخطايا السبع المميته لمحمد صبحي يعني لو ما اتفرجتش عليه بقى روح شوفه، هتلاقي ساعتها ما شاء الله كل الخطايا دي موجوده عند عزيز، لما فيش حاجه غلط مش موجوده عنده. يعني مثلا كذاب موجود، طماع موجود، فتان موجود، خاين موجود، حسود موجود، سيء الظن موجود، غضوب موجود، مش بيستحمى. ومش بس كده يعني عزيز ياقوت بيضحي النهارده، هو كمان كان هيقتل اخوه. ما انا قلت لك يا ابني قبل كده جمع انت بس السبع خطايا تتفتح ساعتها عندك قضيه القتل الفوري على طول، فاهم؟ تفعيل فوري كده يعني ما ياخدش اي وقت. وتقريبا يعني عزيز ده برده ما اتصلحش في الاخر، يعني تقريبا برده في اخر المسلسل كان هيقتل اخوه، ما شفناهوش بقى حاله اتصلح حاله ما اتصلحش، الله اعلم من ايه اللي حصل له. وطبعا عزيز لا يمت الاسم باي صله من العزه، ما فيهوش ايتين اي صله من العزه يعني. المهم اتبقى كده عندنا نبيل اخر العنقود واخر عيال ياقوت. في الاول انا كنت بقول يا عم ده نبيل ده والنوس ما عرفش ان هو ياثر عليه، ده احسن اخواته يا راجل. بعد كده استوعبت اللي هو صباح الفل يا معلم، ده شغال بيغني في كباريه مع رقاصه وبيسكر وسايب امه من غير ما يسال عليها وكمان عايز يتجوز رقاصه وليله يا بيه، وكل اللي عمله معاه والنوس بس ان هو حطه في طريق كباريه وانطلق هو ما شاء الله في الباقي يعني. ولكن في الاخر برضه نبيل فاق من كل ده وساب الكباريه وساب الرقاصه لما عرف حقيقتها. وطبعا اسم نبيل لا ينطبق عليه تماما. نبيل مين يا معلم؟ ده كان بيغني والرقاصه في كباريه. الزغلول الكبير الحاج ياقوت. في الاول كده اسم ياقوت يدل على ان هو المفروض شخص ذو قيمه، شخص مميز، شخص يعني فاهم، ياقوت ده شيء غالي جدا. وطبعا ياقوت كان عكس ده تماما، حرفيا ياقوت عمل كل حاجه عياله عملوها وعملها كمان قبلهم واسوأ منهم، يعني عملتها قبلك وعملتها اوسخ حرفيا يعني مثلا عزيز لعب قمار، ياقوت كان محترف في القمار. نرميه اشتغل في السحر، ياقوت برضو كان بيعمله قبلها. نبيل كان عايز يتجوز رقاصه، ده حرفيا ده علق عليه قوي. ياقوت كان متجوز الرقاصه اللي ابنه كان عايز يتجوزها يعني ما شاء الله عليه. طب والنوس وصل بقى لياقوت ازاي اصلا؟ ياقوت في يوم كان في اضعف حالاته، معهوش ولا مليم، وكان لسه ساعتها نبيل ده عيل صغير بيرضع. الشيطان ساعتها ظهر لياقوت، ولكن ظهر له في شكل والنوس اللي هو اصلا كان صاحب ياقوت ولكنه كان مات من فتره. فالشيطان ساعتها ظهر له في صورته وقدر ان هو يستغل ضعف ياقوت في الوقت ده في ان هو يعمل معاه عقد يخليه يعمل كل اللي نفسه فيه. ولكن في يوم ياقوت شاف عياله ومراته، وده ساعتها خلاه يفوق كده ولون
اول وهله. بعد كده لما روح بيته سمع واحد تحت الشباك بتاعه راجل اعمى بيدعي ربنا وبيطلب منه السماح. ساعتها وفاء يعني اللي هو ده راجل اعمى بيطلب من ربنا ان هو يسامحه، راجل اعمى وفي حياته فقير بيطلب من ربنا ان هو يسامحه، امال انا ربنا هيعمل فيا ايه؟ وساعتها راح لمراته وطلب منها السماح، بس طبعا ده كان بعد الهنا بسنه يعني، وطبعا رفضت ان هو يرجع من تاني. ساعتها بقى ياقوت قرر ان هو يهرب من ونوس لحد لما ربنا يفتكره ويبقى يموت. كل بني ادم فينا ليه مدخل، شيطان مش غبي وعارف ايه مدخلنا كويس جدا وازاي يقدر ان هو يلعب علينا. في مننا اللي شهوته الفلوس، وفي مننا اللي شهوته الشهره، وفي الحريم، وفي كتير جدا. فخلي بالك بعد كده من ونوس احسن يوديك الملاهي ويركبك الصاروخ. يا ابني انا خايف عليك يا ابني تركب الصاروخ في الايام دي، الجو ساقع. وفي الاخر اعلم جيدا انك لو ما عملت سبسكرايب ولايك وكومنت وشير اعلم ان ونوس قد منعك. وما تنساش انك تخش على الانستجرام وتشوف بقيه القنوات، تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، تستنى الفيديوهات الجايه. بس كده كان معكم حسن فهد والسلام عليكم.